هو ليه الفيديوهات الطويلة اختفت؟ واحنا فين؟ احنا كلنا فين؟ انت لو متابعين 2020 فاكتب لي كومنت بس، او 2021 او 2022 اخر فتراتي في الاستمرار على يوتيوب. اكتب كومنت بأي حاجة، تمام؟ لان انت وحشني. سواء فكرة في حاجة، هل المشكلة ان يوتيوب بقى منصة مملة؟ الإجابة لا. الفيديو ده من غير تعديل اي حاجه، هو مجرد مناقشه سريعه بيني وبينك عشان اوضح لك حاجه بسيطه جدا. يوتيوب زي ما هو لسه ليه جمهوره، لسه في ناس كتير قوي بتحبه، ولكن الفكره كلها ان انت كبني ادم بيحصل تغييرات في حياتك كبيره على مدار حياتك بقى. يعني انت بيبقى عندك اهتمامات معينه واهتماماتك بتتغير، وضغوطاتك بتتغير ومشاكلك بتتغير. فلو انا مثلا كنت مستمر على يوتيوب، فانا كان ده حلم وده هدف لحد ما خدت درع اليوتيوب معاكم وشفتوا طبعا درع 100,000. دلوقتي احنا 155,000 او 56,000، يعني ايا كان بقالنا فتره ما نزلتش لاني مش بنزل. ولكن انطلقت في عالم الريلز وبقى عندي اكتر من مليون و400 الف متابع تقريبا، ما شاء الله والحمد لله. ولكن السؤال هنا بقى وده سؤال مهم جدا: هل ده معناه ان يوتيوب مبقاش ليه لازمه؟ وانت اصلا ليه غبت وفي ناس كنت بتقدم لها فايده؟ الحياه كلها لازم نقتنع ان هي مراحل. ففي مرحله كنت بقدم فايده معينه، كان في كاتيجوري او ناس معينه عاوزاها، وكان اغلبها للعلم يعني موبايلات شاومي والسوفت وير وازاي اظبط الحاجات دي كلها. وبعض الريفيوز دخلت ودخلنا بقى في السمات لعالم الاندرويد، السيمز لو فاكر، لو متابع معايا من الناس الاصيله. بعد كده دخلنا في قصص كتيره كده وابتدينا ندخل في ريفيوز اكتر. انفينكس، اوبو، حاجات كتيره. ولكن برضو كان الحياه ابتدت تضغط. اللي ما يعرفش، في ناس كتير ما تعرفش فعلا، انا عندي منصات تانية. هسيب لك انستا يا سيدي. انستا ما شاء الله بقى قوي، اقدر اقول ان انا اسيبه دلوقتي. داخلين على 200,000، سيبه لك تحت في ديسكريبشن عشان تعرف علي فين دلوقتي. بس بشكل عام، اللي انا لو انت ما تعرفش يعني انا عايش في الامارات دلوقتي. وعلى فكره الفيديو ده انا منزله، أنا عارف ان ناس كتيره ممكن ما تشوفوش، بس في ناس ممكن تشوفه لان انا عندي كل المتابعين اورجانيك حقيقيين. فانا عارف ان في ناس ممكن يكون شكلي اتغير، طريقه كلامي اتغيرت، بقيت متزن في كلامي اكتر بقى. ما اعرفش طريقتي احلى، طريقتي اوحش، الله اعلم. ولكن بشكل عام الفيديو ده من القلب، مش حابب احط فيه نقطه اديت واحده. ليه؟ لان الفتره الجايه انا ناوي صراحه، والله اعلم إيه اللي هيحصل، بس ده اللي انا ناويه، ان احنا نرجع نتكلم مع بعض تاني، بس في كل حاجه. في كل حاجه يعني ايه؟ يعني في التك، في الحياه بشكل عام، في الغربه وان انا عايش في دبي وتجربه دبي وعامل لكم فلوج. في كل حاجه بشكل عام. ده مش دايركشن جديد، اكتر ما انا بقول ليه ما ارجعش ليوتيوب. يوتيوب على فكره مش بيقدم قيمه ماديه تفرق مع الواحد قوي في العيشه هنا، لان العيشه هنا غاليه كده. ولكن او مش غاليه ان هي حاجه وحشه، غاليه ان هي مكلفه. هي مش يعني يوتيوب زمان لو في مصر كان ممكن يدخل لي مثلا وليكن $300 دولت، مبلغ ياكلوك يشربوك. هنا مش مبلغ، هنا مش حاجه ممكن تصرفهم في اسبوع. وده الطبيعي، مش ان انت غني مثلا، لا. فالفكره كلها ان انا راجع عشان حابب ان احنا نعمل حاجه جديده تانية مع بعض. يعني ايه؟ يعني نفس كارير الموبايلات، نحكي عن حاجات انتوا عاوزينها. تكتبوا لي في التعليقات دلوقتي توبكس ومميزات واراء تحليليه بقى، وريفيوز صادقه تماما. يعني ايه؟ يعني ريلز في منها طبعا بيبقى بيد، وفي منها بيبقى كامبينز مع شركات، وفي منها بيبقى حاجات تجربه شخصيه. بس انا هنا في يوتيوب، انا مش ناوي منصه يوتيوب يبقى فيها اي محتوى مدفوع خالص، باستثناء اكواد نوم بتاعتي يعني. هتلاقيني كاتبهم لك دلوقتي، والله ولا اكتبهم حتى، مش عامل اديت. انا قلت هتلاقيني كاتبهم لك في الديسكربشن: نون الخليج ومصر، بس فاكس. بس المهم، مش ناوي يكون في اي محتوى اعلاني في يوتيوب. دي وجهة نظري اللي انا شايف ان انا محتاج امشي بيها اكتر ما هي تجربة صادقة. يعني انا لو مسكت موبايل وليكن ايا كان ايه هو الموبايل ده، احلله لك واشارك تجربتي معاك لايف. يعني ايه لايف؟ يعني انا حرفيا جاست ان انا ممكن اقطع اجزاء من الفيديو بدون اديت واوريك كده، والف لك الموبايل اوريك وارجع تاني. حاسس ان الموضوع محتاج يكون فريندلي اكتر. يعني انت وانا وكلنا زهقنا من فكرة الحاجات البيد او الحاجات اللي بتبقى فعلا انت حاسس ان الشخص ده بيطبل للمنتج ده، مع انه هو مش بيعمل كده، بس انت بتبقى حاسس كده. ف... فتعالى نرجع، وتعالى بقى سريعا كده نتكلم عن الحياة. وفي فيديو تاني هنبقى نتكلم بالتفصيل، لان انا فعلا مش محضر اي حاجة، بتكلم من قلبي. قمت من النوم النهارده قلت انا هنزل فيديو يوتيوب، وهينزل خلال يعني 10 دقايق ولا ربع ساعة من تصوير الفيديو ده حرفيا. فهو بشكل عام
اقتنع ان الحياة ما بتقفش على رتم واحد، ولكن طول ما انت مجتهد ربنا هيكرمك. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا زمان كان حلمي الوحيد ان انا اعمل قناة يوتيوب. لما بدأت فيها يعني ان انا اعمل قناة يوتيوب قوية من اقوى قنوات اليوتيوب في الوطن العربي للتك. وسبحان الله المجال ده انا ما انتشرتش فيه بعد ما خدت درع اليوتيوب. يعني شوف، خدت درع اليوتيوب من هنا سكت. ليه سكت؟ ابتديت ابدا في حاجة تانية، وكنت شغال مهندس، فكان في ضغط وستريس في الحياة ومواقف وحوارات. فالخلاصة اللي عاوز اوصلها لك ان انت ما تقدرش تحدد انت هتعمل ايه في حياتك تحديد تام، ولكن لو توكلت على الله وعملت اللي عليك هتلاقي في طرق وسبل بتتفتح لك في حياتك انت ما كنتش تتخيل او تدرى او تعرف ايه تدرى دي. تدرى دي هيئة ما علينا. المهم تدري، يعني ما كنتش تدري ولا تعرف عنها حاجة في الحياة. بس شخصيتك اللي بتتبني النهارده وبتكمل معاك في المستقبل هي نتيجة تعبك ومجهودك وسعيك كل السنين اللي فاتت. يمكن ده فيديو يبان غريب لبعض الناس وحلو لبعض الناس، ولكن اللي انا قادر اتاكد منه ان كل واحد فيكم فعلا لما يبقى مسؤول عن نفسه وتخرج من الكليه وبيشتغل، او لو بيشتغل في الكليه ومسؤول عن نفسه من ساعتها، كل سنه او كل 6 شهور حرفيا شخصيته هتتغير تماما في التعامل مع الناس، في ادراك المواقف، في كل حاجه حواليك. وانت لازم تكون ايجابي مع التغيير ده. يعني انت متخيل ان انا مثلا دلوقتي بتكلم في فيديو ما اعرفش مدته هتبقى قد ايه، بس ما اعتقدش هيكون كبير، واثق في نفسي، ما عنديش تردد، مش حابب اعمل اديت، ومش هغلط في الكلام باذن الله. ده مش جرأة مثلا او ان انا يعني واو ده الواد جامد قوي، لا، بس فكرة ان انت خلاص انت بتتكلم من قلبك، بقى عندك ثقة في نفسك اكتر، اثبتت نفسك قدام نفسك، الحمد لله. فالخلاصة ان احنا جايين نعمل حاجة فريندلي لذيذة، فيها حب، فيها دفء كده وروقان مع بعض. ما تستغربوش المواضيع اللي احنا ممكن نتكلم فيها، احنا هنتكلم في حاجات كتير جدا منها التك بنسبة كبيرة جدا يعني. بس انا بشكل عام انا قناة اليوتيوب الريلز هتفضل تنزل تك، ولكن بشكل عام انا حاسس ان الفترة الجاية ابتدي اتكلم في توبكس اكتر، ومنها تحليلات. يعني مثلا انت لو انت بنتكلم مثلا ايه الايفون المناسب اللي انت تجيبه، تعال ننتقد الايفونات كلها ونشكر في الايفونات الحلوة ونتكلم بحب وود. تعالى مثلا حاجات في موبايلات سامسونج مثلا، تعالى نتكلم بكل ارتياحية. احنا هنا مش محتوى بيد، مش محتوى فيه تعاون مع اي حد، في تعاون معاك انت بس. فده اللي انا حابه الفترة الجاية. لو انت وصلت لغاية هنا فيعني اكتب لي كومنت ان انا وصلت، حتى لو كنت كتبت كومنت ان انت عارفني من 2020 اكتب لي كومنت ان انا وصلت عشان اتاكد. واعمل لايك للفيديو اكيد، واكيد يعني كده كده انت عامل سبسكرايب، بس لو حد جديد اعمل سبسكرايب. واكتب لي كده ان انت فوقت وفهمت معايا الفيديو ده ولا تهت مني. بحبكم، ونشوفكم في فيديو جديد. سلام. بص بقى بيقفل، بص التكنولوجيا انت بتقفل الفيديو منين؟ زمان كنت اقوم الف وبتاع فاهم، نروح عاملين ايه